صائب، وان نرجو منهم النوبه الجايه ان شاء الله ان هم يشاركوا حتى تكتمل فرحتنا جميعا ويكتمل الزخم الشعبي ونبقى كلنا ايد واحده. الغضب الشديد اللي بيواجهه الشعب بسبب المحاكمات. المحاكمات الحقيقه انا ليا عليها تحفظ، خصوصا محاكمه عبيد العدلي، لان ده بيحاكم قدام قاضي معروف ميوله للسلطه السابقه وحبه للشرطه وتعاونه معها، واحنا قدمنا وقلنا فيه كلام كتير، لكن للاسف وزاره العدل انا قدمت شكوى بقول حققوا معايا، انا بقول ان الراجل ده مش كويس، حققوا معايا، لو كان مش كويس يبقى شيلوه، لو كان كويس يبقى عاقبوني. كلمت وزير العدل للاسف الشديد لغايه النهارده ما اتخذش اجراء، وانا بقول له لو ما اتخذش اجراء احنا بقى هيبقى لنا اجراءات تانيه. طيب الافراد اللي تم الافراج عنهم بكفاله زي مثلا سوزان وزي زكريا عدلي وزي والله دي مساله ما هيش يعني المفروض ان ما دام في مبرر للافراد مش هنقدر نتكلم فيها، خلي بالك احنا يهمنا بس ان الشخص اللي يتصرف يكون موضع ثقه. اهم حاجه عايزين علنيه شفافيه، عايزين شفافيه وعلنيه، عايزين نشوف كل الاجراءات، عايزين نشوف حكم حسني مبارك وهو محبوس، عايزين ده انا رحت السجن وحاولنا نشوفه، لا اطلعنا على اللي شفناهم ولا شفنا الزنازين ولا شفنا حاجه، لدرجه ان الناس بتتشكل بتقول هم محبوسين بجد ولا مش بجد. المحاكمات يجب ان تكون علنيه والناس كلها تشوفنا ويتصوروا، لان احنا في ثوره والثوره لها اجراءات غير عاديه، بالاضافه ان ده يخلي الناس تثق في القضاء وتحس ان القضاء نزيه وان كل حاجه على عينك. حضرتك تؤيد استمرار المجلس العسكري في الفتره الانتقاليه الموجوده ولا مجلس رئاسي مدني؟ احنا لغايه دلوقتي خلينا في المجلس العسكري لغايه الانتخابات ما تتم وبعد كده مع السلامه. يعني حضرتك طبعا عاوز الدستور قبل الانتخابات البرلمانيه ولا بعدها؟ شوف الدستور، وضع دستور قبل الانتخابات شيء جميل بس صعب جدا، ممكن يستغرق وقت ويخلي المجلس العسكري يستمر لمده كبيره في الحكم، وده شيء خطير. طب اذا كان موجود في الحكم انما بيحقق لي نفس مطالبي، يعني بيحقق لي مطالبي انا طول المده خطر، طول المده يخلي الانسان يعتاد على الوضع، ممكن جدا ما يسيبوش زي ما حصل مع ثوره 52، قالوا ان احنا هنعمل سنتين ونمشي، قعدوا 60 سنه، مش عايزين ده يحصل عشان ما ندخلش نطلع من نظام ندخل في نظام تاني، عايزين نظام